أهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. النهاردة هشارك معاكم يوم في حياة طالبة ثانوية عامة عندها امتحان شامل كيمياء. ده كان تاني يوم ليا استعدادا لامتحان الشامل الكيمياء بتاع مستر خالد صقر. أول حاجة عملتها معاكم كنت بحضر فطاري، بعد كده هنشوف هذاكر ايه. فلا تتوقف عن السعي مهما حدث. جاهد واسع لهدفك في الحياة بكل جدية، حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة. ولا تبالي للنتيجة، أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير. وطالما أنك تسعى وتحاول الوصول فتصل، وسيكرمك الله ويفتح لك كل الطرق. بعد ما جهزته ده كان شكله، قعدت افطر وبعد كده هنشوف بقى هجهز ازاي للامتحان الشامل وهذاكر ايه النهارده. عملت قهوة اشربها، بعد كده قعدت عشان اكتب الحاجات اللي كانت عليا طول اليوم النهارده عشان انا كنت نازله، فمرضتش احط لنفسي حاجات كتير اعملها. النهارده كنت نازله عايزه اخرج شويه واشم هوا، وقررت اذاكر برا في اي كافيه كده، وهشوفه مع بعض بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. بعدين بقى بدأت احضر حاجتي عشان كان عندي درس فيزياء بعديها بيوم، فقررت اذاكر الفيزياء الاول، بعد كده بالليل هراجع على الكيمياء. كان عندي الواجب، حليت اسئلة الواجب وبعد كده هعلمها معاكم مع المستر. وقبل ما احل اسئلة الواجب رجعت شوية على الدرس عشان كنت ناسيه خالص، رجعت كده مراجعة بسيطة بعد كده هحل اسئلة الواجب. وهنا بدأت اتفرج على فيديو حل الواجب وراجعه مع المستر. الدرس ده كان اول درس في الفصل التالت فيزياء، فما كانش سهل خالص وكنت يعني مستصعباه شوية رغم ان انا كنت راجعاه كذا مرة. بعد ما خلصت بقى بدأت اجهز عشان نازلة، وهنا كنت في السكة. بعد كده روحت المكان طلبت كوفي وقعدت اذاكر شوية. هنا كنت براجع على الفصل التاني عشان المستر طبعا انتوا عارفين ان هو مدخل اول 3 فصول في الشامل، فهنا كنت براجع على الفصل التاني. وفي الفصل التالت انا خلاص خلصته، فاضليش بس غير الفصل الاول هراجع عليه قبل الشامل. وهنا كنت خلاص روحت، ودي كانت حبة حاجات كده جبتها لنفسي عشان انا في الوقت اللي ببقى مضغوطة فيه بحب اجيب حاجات اكافئ بيها نفسي قبل الامتحانات قبل الشوامل وكده.
انا بدأت احل اسئلة الفصل الثالث اللي هي الاسئلة المجمعة كلها بتاعت المستر، وقسمتهم على مرتين. هما كانوا 98 سؤال، قسمتهم على مرتين، كل جزء كنت بحله، بعد كده بسمع فيديو حل الاسئلة. وانتوا كمان بقى متنسوش تقولولي استعديتوا ازاي للشامل، وجبتوا كام، وعملتوا ايه. ولو عايزين فيديو مخصوص اعملهولكوا عن الشامل ورأيي في الشامل سواء صعب او سهل وجبت كام، اكتبولي في الكومنتات وهعملكوا. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وتعملوا سبسكرايب. باي باي.